السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابة اشكر كل اخواتي اللي معايا في القناة، اللي بيشجعوني، اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة. جزاكم الله كل خير، ربنا يديكم اللي بتتمنوه. فيديو النهاردة عن مراحل صناعة الدقيق، من اول ما بنغسل القمح لما بيبقى دقيق معانا ونشتغل منه في الخبيز والمعجنات والحاجات اللي انتوا عارفينها كلها. زي المثل ما بيقول، البيت من غير دقيق حاله يضيق. احنا في شهر 5 ده ما شاء الله ده موسم حصاد القمح، فالقمح بيكون كتير. الناس كلها لو في الارياف والفلاحين عارفين ان احنا بنخزنه في الايام دي. اللي بيكون زرعه خلاص بيخزن من ارضه، اللي ما عندوش فبيشتري ويشيله. طب احنا بنشتغل بيه ازاي؟ قبل ما ابدا بقى في غسيل القمح وكده انا بمسكه غربله، لو فيه طينه لو فيه اي حاجه مكان الدراس وكده فاحنا بنشيلها. معايا بقى الحاجات اللي بشتغل بها دي، اللي بغسل فيها القمح دي تشوت يا جماعه لغسيل القمح مخصوص. مش بعمل بها اي حاجه خالص غير ان انا بغسل بها القمح وبس. بعد ما بخلص بشيلها تاني لما اخلص الدقيق اللي عندي وارجع اعيد نفس الحكايه. بغسل القمح مره واتنين وتلاته، بنقله من هنا لهنا، بديله كام شطفه كده لما يكون ما شاء الله الميه بتاعته تكون رايقه ونضيفها معايا زي ما انتوا شايفين كده. الحاجه تعمليها على ايدك. انا من الناس اللي بحب اخبز في البيت، بحب حاجه البيت جدا، وبحب ان انا يكون عندي دقيق. يعني مثلا قبل ما يخلص بكون خلاص جهزت لغيره. قبل ما يكون مثلا فاضل عندي خبز او اتنين بكون جهزت، بنسميها احنا بقى الطحين او الدقيق، جهزت للطحنه اللي بعدها. زي ما انتوا شايفين كده بديله شطفه واتنين وتلاته، هو ما شاء الله نضيف زي الفل. بس انا لازم برضو اكد عليه، بنقله من الطشت ده للطشت ده بالمصفى بتاعت حلة البخار عشان يعني تنجز معايا شوية. تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تشوفيني. انا نفسي القناة تكبر بيكم. ده تقريبا بديله 3 شطفات، بنقله من هنا لهنا لما اتأكد خلاص ان هو بقى زي الفل معايا. خلاص خلصت كده، بحطه بقى في الشوال اللي معايا ده لما يصفى ميته. انا في القمح ما بنشرهوش في نفس اليوم، بركنه. مثلا غسلته النهارده بنشره بكره تاني يوم. دي الحاجات اللي بشيل فيها الدقيق لما يرجع بقى من الطاحونه وكده. زي ما انتم شايفين كده بنفس الشكل. انا خلصت كل حاجه، غسلت الخزانات البراميل اللي بشيل فيها، غسلت كل حاجه كنت شغاله فيها وحطها تتصفى عشان اما اشيلها تبقى نظيفه معايا بنفس الشكل كده. ده بقى تاني يوم الصبح، انا مثلا غسلتهم يوم الاحد، ده يوم الاثنين. دي الحصر دي برضو انا جايباها مخصوص للقمح عشان تنجز معايا في التنشير، ما تاخدش وقت. بفرد بقى ويعني اسيبه قد ما ياخد على حسب حرارة الجو. لو الدنيا شمساية ما بياخدش شمس كتير، ما بياخدش هو كتير. هو تقريبا خد معايا 3 ساعات بالظبط. احنا كلنا عارفين الايام دي ما شاء الله الدنيا حر على الاخر. بعد ما بينشف الاول بقلبه مره واتنين وكده، بعد ما بينشف بجهزه بقى واديله كمان مره بالغربال. لا يعني ربما حاجه وانا منشراه حاجه طرت عليه كده ولا طرت كده، ابقى متاكده منه ان هو خلاص ما شاء الله زي الفل. هخلص كل الكميه اللي معايا واعبيه تاني في الشوله عشان اوديه الطاحونه. لو انت وصلت معايا لغايه هنا ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه يا جماعه، فضلا وليس امرا. خلاص انا كده جهزته. هنجيب بقى حاجه ونروح بيه نوديه الطاحونه. خليكم معايا ما تمشوش. ده الطريق بتاع الطاحون. فضلا وليس امرا لايك وسبسكرايب للقناه. ما شاء الله ده الطاحونه بتاخده يعني بتعيد عليه مره واتنين وتلاته. اول مره بيكون اللي هو الدقيق الزيرو، ده بيستخدم للمخبوزات، ورقم 2 للعيش، ورقم 3 اللي هو النخالة بتاعته اللي هي بتكون لشوي السمك. انت لو انت عايزة تكرره اكتر من مرة دي براحتك، بس هي ملهوش لازمة يعني. كل حاجة بتيجي في شوال لوحدها. خلاص بسيبه قد يوم او 2 على قد ما يبرد، وبعبيه في الحاجات اللي انا غسلتها معاكم في الاول وريتها لكم دي. دي كل مرحلة لوحدها. ده رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 اللي هي بتبقى بقى في النخالة اللي انا بشوي بها السمك والحاجات دي، او احط منها تحت اقطع عليها الخبيز او العيش او كده. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنساش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واشوف الشوك على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.